كلنا نعرف قصة سفينة سيدنا نوح، لكن هل سألت نفسك الأسئلة دي قبل كده؟ ليه ربنا اختار نوح تحديداً عشان يبني السفينة؟ وإيه حجم الشر والفساد اللي شافه في الأرض عشان يوصل لقناعة مرعبة هتغير كل حاجة؟ والسؤال الأهم اللي بيطرحه الفيلم، هل مهمة السفينة كانت إنقاذ جيل جديد من البشر ولا مجرد إنقاذ للمخلوقات البريئة وإنهاء قصة البشر للأبد؟ القصة اللي هنحكيها النهاردة مش بس عن الطوفان، دي عن أصعب اختبار إيمان وصراع نفسي مر بيه نبي في تاريخ البشرية. وقبل ما نخش في تفاصيل القصة، في تنويه مهم جدا وحساس لازم نقوله. يا جماعة، الحلقة دي هي مجرد تلخيص لأحداث فيلم، يعني مش مصدر للمعلومات الدينية نهائيا. الفيلم ده بياخد الإطار العام لقصة سيدنا نوح عليه السلام، لكن بيضيف عليها أحداث وشخصيات وصراعات من وحي خيال المؤلف، وفيها اختلافات كبيرة وجوهرية عن القصة الحقيقية اللي نعرفها كلنا في ديننا الإسلامي الحنيف وكمان في الديانة المسيحية. ببساطة كده احنا بنتكلم عن فيلم سينمائي مش أكتر، لذلك وجب التنويه. الفيلم بيبدأ ويرجعنا لأصل الحكاية، حكاية سيدنا آدم وستنا حواء. بعد ما ربنا رزقهم ب3 ولاد، بتحصل أول جريمة في التاريخ. الابن الأكبر قابيل بيقتل أخوه الثاني هابيل، وبعدها بيهرب على الناحية الشرقية من الأرض عشان يبدأ حياة جديدة بعيد عن أهله. هناك قابيل بيقابل كائنات غريبة وعملاقة اسمها الحراس أو المراقبين. الكائنات دي بتساعده إنه يبني مملكة ضخمة وقوية. مع الوقت مملكة قابيل دي بتكبر وبتسيطر على الأرض كلها، لكن للأسف بتنشر معاها الفساد والشر والظلم في كل مكان. في نفس الوقت ده الابن الثالث لآدم وحواء اللي اسمه شيف بيقرر إنه مش عايز أي علاقة بالشر ده كله، بياخد عيلته وبيبعد وبيعيشوا في سلام بعيد عن مملكة قابيل وكل اللي فيها. عيلة شيف كانت بتمثل الجانب الطيب والنقي اللي لسه باقي في البشرية. وبعدها الفيلم بيقدم لنا طفل صغير اسمه نوح مع أبوه لامك. لامك ده من نسل شيف الطيب، وهو شخص صالح بيحاول يحافظ على مبادئه في وسط عالم مليان شر. لامك كان ورث عن أجداده حاجة مهمة جدا ومقدسة، جلد تعبان قديم قوي، وكان الحفاظ عليه مهمة بتتورث من جيل لجيل في عيلتهم. في يوم لامك بيقرر إنه يسلم الأمانة دي لابنه نوح، لكن في اللحظة اللي كان هيدي فيها جلد التعبان لنوح بيحس بحركة غريبة جدا، وفجأة بيظهر راجل شرير وقوي اسمه طوبال قايين، وهو ملك من نسل قابيل الشرير، وكان الحاكم الفعلي لمملكة الشر دي. طوبال قايين كان جاي للمكان ده عشان يدور على معدن ثمين. لما بيشوف لامك بيقرر إنه ياخد كل حاجة بالقوة، وبكل جبروت بيقتل لامك وبيسرق منه جلد التعبان. نوح الصغير بيشوف أبوه بيتقتل قدام عينيه، ومن كتر الرعب والخوف بيجري ويهرب من المكان ده، وهو شايل في قلبه ذكرى مؤلمة هتفضل معاه طول عمره. السنين بتجري بسرعة جدا، ونوح بيكبر وبيبقى راجل، بيتجوز وبيخلف. الفيلم بيورينا نوح وهو راجل كبير عايش مع مراته وأولاده في هدوء، وبيحاول يعلمهم يحترموا الطبيعة وياخدوا منها بس اللي محتاجينه من غير طمع أو إيذاء لأي كائن حي. في مشهد بنشوف واحد من ولاده بيقطف وردة، فنوح بيعلمه إن ده غلط، وإنه المفروض ياخد من الأرض بس اللي محتاجه عشان يعيش. في يوم غريب بتحصل حاجة عجيبة، نقطة مية واحدة بتقع من السماء على الأرض الجافة، وفي ثواني بتطلع من مكانها وردة جميلة وبتتفتح قدام عينين نوح. نوح بيستغرب جدا وبيحس إن دي إشارة مش عادية، وهو راجع بيته بيشوف حيوان متعور بيجري بخوف وبيحاول يهرب. لما بيقرب منه بيكتشف إن صيادين هم اللي ضربوه. الحيوان بيموت بين إيديه وهو بيتألم. بعدها بيظهر 3 صيادين وهم من جنود مملكة طوبال قايين. نوح اللي بيكره الظلم والعنف عند أي كائن حي بيهاجمهم وبيضربهم جامد، وبعدين بيبدأ يعمل طقوس دفن محترمة للحيوان اللي مات. وهنا بنعرف إن نوح عنده 3 ولاد، شيم وداود ويافث، وزوجته الصالحة نعمة. بالليل ونوح نايم بيجيله حلم غريب ومخيف جدا. بيشوف في الحلم جبل عالي قوي، ونفس الوردة اللي طلعت من نقطة المية بتظهر تاني، وفجأة الأرض كلها بتبتدي تتملي مية، والمية دي بتغرق كل حاجة حواليه. لكن المشهد المرعب بجد كان إنه شايف ملايين من جثث البشر عايمة على وش المية. بيصحى من الحلم ده وهو مفزوع، لكنه بيفهم إن دي مش مجرد كابوس، دي رؤية وليها معنى. بيقول لمراته نعمة لازم نسيب المكان ده وندور على الجبل اللي شفته في الحلم، لأنه هناك عايش جدي ميفرو سالح، وهو الوحيد اللي ممكن يفسر لي معنى الرؤية دي. وفعلا نوح بياخد عيلته وبتبتدي رحلتهم الصعبة عشان يدوروا على الجبل ده. في طريقهم بيعدوا على
مكان شبه منجم متدمر، وبيلاقوا الناس اللي فيه كلهم مقتولين بطريقة بشعة. بيفهموا فورا إن دي من عمايل جيش طوبال قايين الوحشي. فجأة بيسمعوا صوت صغير جاي من وسط الجثث، ولما بيروحوا يشوفوا فيه إيه بيلاقوا بنت صغيرة عايشة لكنها متعورة جامد في بطنها. البنت دي كان اسمها إيلا. نعمة بتبدأ تعالجها، لكن جنود طوبال قايين بيظهروا وبيبتدوا يطردوهم. نوح بيجري بيهم ويدخل منطقة غريبة أرضها سودة ومحروقة زي ما تكون الأرض ملعونة. الجنود اللي كانوا بيطردوهم أول ما بيشوفوا المكان ده بيخافوا وبيجروا، وده لأن المنطقة دي كان عايش فيها واحد من الحراس العمالقة اللي شكلهم زي الصخور. لكن للأسف الحراس دول ما كانوش ودودين، بيقبضوا على نوح وعيلته وبيحبسوهم. نوح بيحاول يفهمهم إنه مش عدو، وإنه حفيد مثوسالح العظيم، وإنه جاي يزوره. لكن الحراس ما كانوش بيصدقوه لأنهم كانوا فقدوا الثقة في البشر كلهم. وزي ما عرفنا هم زمان ساعدوا قابيل عشان يبنوا مملكته، لكن البشر بكل شرهم وغدرهم انقلبوا عليهم وبدأوا يصطادوهم. بالليل وإيلا الصغيرة مش عارفة تنام من وجع الإصابة بتاعتها، نوح بيقعد جنبها وبيغني لها أغنية حزينة كان أبوه بيغنيها له وهو صغير عشان يطمنها. مراته نعمة بتقول له بحزن إن بسبب الإصابة الخطيرة دي إيلا لما تكبر للأسف مش هتقدر تخلف. في واحد من الحراس اسمه رميل بيسمع كلامهم وبيحس بصدق نوح، فبيقرر إنه يساعدهم، وهو بياخدهم لمكان مثوسالح بيحكي لهم قصة الحراس الحقيقية. بيقول لهم إحنا في الأصل ما كناش حجارة كده، كنا كائنات من نور، لكن لما شفنا عذاب البشر وظلمهم في الأرض نزلنا من السماء عشان نساعدهم. وأول ما نزلنا الصخور دي لزقت في أجسامنا النورانية وبقينا بالشكل ده، ورغم كده كملنا مساعدة البشر. لكن هم بعد ما ساعدناهم بكل غدرهم انقلبوا علينا وحاولوا يقتلونا، والشخص الوحيد اللي دافع عننا وحمانا منهم كان جدك مثوسالح، وعشان كده أنا هساعدك دلوقتي توصل له. وأخيرا بيوصلوا للجبل اللي عايش فيه مثوسالح. نوح بياخد ابنه الكبير شم وبيدخل لجده اللي بيكون لسه عايش وهو راجل عجوز جدا وحكيم. مثوسالح بيفرح لما بيشوف حفيده وابن حفيده. بيعمل لنوح كوباية شاي ويديها له، ولما نوح بيبدأ يحكي له عن حلمه جده بيقول له انت لسه ما شفتش الحلم كامل، اشرب الشاي ده وانت هتشوف الباقي. نوح بيشرب الشاي وبيكتشف ان جده كان حاطط فيه منوم، فبينام نوم عميق وبيكمل الحلم. المرة دي بيشوف نفس الطوفان المرعب ونفس جثث البشر، لكن بيشوف كمان ان كل حيوانات الارض بتجري وتطلع على سفينة ضخمة وعملاقة عشان تنجو من الموت. لما بيصحى بيكون كل حاجة وضحت في دماغه. الخالق قرر انه يبعت طوفان عظيم عشان يطهر الارض من شر وفساد البشر. كل البشر الاشرار هيموتوا، لكن الحيوانات بريئة وما عملتش حاجة غلط، فلازم تنجو. ومهمة نوح هي انه يبني السفينة دي عشان ينقذ فيها كل انواع الحيوانات من الطوفان. جده مثوسالح بيأكد له ان دي مهمته، وبيديله بذرة صغيرة سحرية وبيقول له ان البذرة دي من جنة عدن نفسها. نوح بيرجع لعيلته وبيشرح لهم الخطة الإلهية، ان البشرية خلاص ايامها معدودة، وان مهمتهم هم انهم ينقذوا الحيوانات البريئة وبعدها يقدروا يبدأوا حياة جديدة ونظيفة. بيطلع بره وبيزرع البذرة في الأرض الجافة. تاني يوم الصبح بتحصل معجزة، نهر مية ضخم بيطلع من مكان البذرة، وكل مكان المية بتمشي فيه بتطلع من الأرض غابة ضخمة وكثيفة في ثواني معدودة. الحراس الحجريين لما بيشوفوا المعجزة دي قدام عينيهم بيتأكدوا إن نوح فعلا تم اختياره من الخالق عشان ينفذ المهمة دي، وبيقرروا كلهم إنهم يساعدوه في بناء السفينة. وبتبدأ أضخم عملية بناء في التاريخ. السنين بتمر ونوح بمساعدة الحراس العمالقة بيبني سفينة بحجم جبل مستخدمين أخشاب الغابة اللي طلعت من البذرة السحرية. وبعد سنين من الشغل الشاق السفينة العملاقة بتبدأ تكون جاهزة. في يوم من الأيام وهم شغالين بيشوفوا أسراب ضخمة من الطيور بالملايين جاية من كل حتة في الدنيا ناحيتهم. الطيور دي بتدخل كلها جوه السفينة، ونوح ومراته بيستخدموا نوع من البخور والدخان عشان يخلوا الطيور دي كلها تنام، عشان يفضلوا هاديين وآمنين لحد ما الطوفان يخلص. بعدها بتوصل كل أنواع الزواحف والحشرات وبيدخلوا هم كمان وبيناموا بنفس الطريقة. في الوقت ده داود ابن نوح بيشوف جيش ضخم جاي من بعيد. ده كان جيش طوبال قايين. طوبال قايين بيواجه نوح وبيقول له أنا كمان سمعت زمان بنبوءة الطوفان دي وما كنتش مصدقها، لكن لما شفت أسراب الطيور وهي جاية ناحيتك عرفت إنها حقيقة. إحنا كمان عايزين مكان آمن في السفينة دي. نوح طبعا
طبعا بيرفض وبيرد عليه بقوة. السفينة دي للحيوانات البريئة بس، الطوفان ده أصلا جاي عشان يخلص الأرض من ناس أشرار زيك. وبعدين بيكشف عن هويته الحقيقية وبيقول له أنا ابن لامك، الراجل اللي انت قتلته بدم بارد زمان. طوبال قايين بيحاول يهجم على نوح عشان ياخد السفينة بالقوة، لكن الحراس الحجريين بيصحوا وبيقفوا في وشه، فبيخاف هو وجيشه وبيهربوا. بس وهو ماشي بيتعهد انه هيرجع تاني. الأحداث بتتصارع مع اقتراب وقت الطوفان. كل حيوانات العالم بتبدأ تتوجه نحو سفينة نوح عشان تلاقي مكانها. نوح وعيلته بيستقبلوهم وبيدخلوهم السفينة. في الناحية التانية داود ابن نوح بيقول لأبوه إنه كبر وعايز يتجوز هو كمان ويكون ليه عيلة. في نفس الوقت إيلا بتقول لنوح إنها عارفة إنها مش هتقدر تخلف، فبتطلب منه إنه يلاقي زوجات لولاده الاتنين شم وداود. نوح بيقرر يروح بنفسه لمعسكر طوبال قايين عشان يدور على عروسة لابنه، لكن هناك بيتصدم بمنظر بشع بيخليه يكره البشرية أكتر وأكتر. بيلاقي الناس من كتر الفقر والجوع بيبيعوا بناتهم للجنود مقابل شوية أكل. بيشوف الشر والطمع واليأس في أبشع صوره. بيرجع وهو مقتنع تماما إن مفيش أي أمل في البشرية وإن لازم الجنس البشري كله ينتهي تماما. وهنا بيوصل لقناعة مرعبة وبيقول لمراته إن بعد ما مهمتنا في إنقاذ الحيوانات تخلص، هم كمان لازم يموتوا واحد ورا التاني عشان البشرية تنقرض وما تلوثش الأرض تاني. نعمة طبعا بتتخض من كلامه ومش بتصدق إنه وصل للمرحلة دي من اليأس. نعمة بترفض الفكرة دي وبتروح في السر لمتيوسالح وبتترجاه إنه يبارك إيلا ويشفيها عشان تقدر تخلف ويبقى في أمل للجيل الجديد. في نفس الوقت داود بيروح هو كمان للمعسكر وبيلاقي بنت اسمها نائيل محبوسة في حفرة وسط الجثث. بيتعاطف معاها وبيديلها أكل عشان تعيش. وفي نفس اللحظة تقريبا إيلا بتقابل متيوسالح بالصدفة في الغابة وهو بيلمس بطنها ويباركها وبيخليها قادرة على الإنجاب تاني. وفجأة السماء بتضلم والمطر بيبدأ ينزل. مش أي مطر، دي كانت بداية الطوفان العظيم. داود بيحاول يرجع بالبنت اللي لقاها لكن رجلها بتتعلق في فخ الصيد. جيش طوبال قايين بيهجم في نفس اللحظة على السفينة عشان يسيطر عليها. نوح بيوصل وبيشد ابنه داود بالعافية وبيسيب البنت اللي بتموت مدعوسة تحت أقدام الجيش الهمجي. بتبدأ معركة أخيرة وملحمية بين الحراس وجيش البشر. الحراس بيقتلوا ببسالة عشان يحموا السفينة، والمفاجأة إن كل ما واحد من الحراس دول بيموت جسمه الحجري بيتكسر وروحه بتتحول لكائن من نور وبتطلع للسماء، وكأن الخالق أخيرا سامحهم ورجعهم لطبيعتهم الأصلية لأنهم ساعدوا في مهمة مقدسة. في وسط الفوضى دي طوبال قايين بينجح يتسلق السفينة ويستخبى فيها من غير ما حد ياخد باله ما عدا داود اللي شافه. وفي نفس الوقت متيوسالح بيستسلم للمية وهو راضي ومطمئن. نوح وعيلته بيدخلوا السفينة في آخر لحظة والباب الضخم بيتقفل عليهم. جوه السفينة أصوات صراخ الناس اللي بتموت وبتغرق بره كانت مرعبة. عشان يهديهم نوح بيبدأ يحكي لهم قصة الخلق، لكنه بينهي القصة بتأكيد إن البشر استحقوا النهاية دي وإن هم كمان لازم يموتوا بعد ما المهمة تخلص. داود اللي كان مليان غضب وحقد على أبوه عشان ساب البنت اللي بيحبها تموت بيروح في السر لطوبال قايين اللي كان مصاب وبيساعده يتعالج. طوبال قايين بيستغل غضب داود وبيفضل يشحن كرهه ضد أبوه. بعد فترة إيلا بتحس بتعب ونعمة بتكتشف إنها حامل. بتروح تفرح نوح لكنه بدل ما يفرح بيتجنن من الغضب لأنه فهم إن ده معناه إن في جيل جديد من البشر هيجي، وده ضد اللي هو شايفه إرادة الخالق. بيطلع على سطح السفينة وفي وسط المطر والبرق بيصرخ للسماء ويسأل هو المفروض يعمل إيه، وبعدها بيرجع ويعلن قراره المرعب لعيلته كلها. لو الطفل اللي هيتولد ده ولد هيعيش معانا لحد ما نموت، لكن لو بنت أنا هقتلها بإيدي أول ما تتولد عشان أمنع بداية جيل جديد من البشر. بعد 9 شهور طائر بيرجع للسفينة وهو شايل في بقه غصن زيتون، علامة إن في يابسة قريبة. شم وإيلا بيحاولوا يبنوا قارب صغير عشان يهربوا قبل ما تولد، لكن نوح بيكتشفهم وبيحرق القارب. في نفس اللحظة إيلا بتبدأ تولد. في الوقت ده داود بيستدرج أبوه للمكان اللي مستخبي فيه طوبال قايين اللي بيهجم فورا على نوح. بتبدأ معركة عنيفة بين الاتنين، وفي وسط المعركة إيلا بتولد مش طفلة واحدة، لأ بنتين توأم. شم بيوصل وبيحاول يضرب أبوه عشان يمنعه يوصل للبيبيهات، لكن طوبال قايين بيضربه ويفقدوا الوعي. وفي اللحظة اللي طوبال قايين كان خلاص هيموت نوح، داود اللي ما قدرش يشوف أبوه بيموت قدامه مهما كان غضبان منه بيطعن طوبال قايين وبيقتله. نوح بيقوم وبيروح ناحية إيلا وهو شايل السكينة عشان ينفذ قسمه ويقتل البنات.
البنات. إيلا وهي بتبكي بتطلب منه يستنى بس لحد ما يهدوا ويبطلوا عياط، وبتبدأ تغني لهم نفس الأغنية الهادية والحزينة اللي نوح نفسه كان بيغنيها لها وهي صغيرة ومجروحة. نوح بيبص للطفلتين البريئتين، بيسمع الأغنية اللي بترجع له ذكريات الرحمة والحنان. قلبه اللي كان بقى زي الحجر من كتر القسوة بيبدأ يلين. بيبص للسكينة في إيده وبيبص للبنات ودموعه بتنزل، وفي لحظة حاسمة بيرمي السكينة وبيحضن أحفاده. بيبص للسماء وبيقول للخالق أنا ما أقدرش أعمل كده. في اللحظة دي نوح بيختار الحب والرحمة على العدل القاسي. السفينة أخيرا بترسى على أرض جافة، الطوفان انتهى والعالم بدأ من جديد. نوح وهو حاسس بالذنب إنه عصى إرادة الخالق زي ما كان فاهم بيعزل نفسه عن عيلته. داود بيقرر إنه يمشي ويبدأ حياته لوحده في العالم الجديد. نوح بيعتذر له وبيودعه. بعدها آيلا بتروح لنوح وبتسأله ليه غير رأيه وساب البنات يعيشوا. بيقول لها لما بصيت في وشهم كل اللي حسيته في قلبي كان حب، ما قدرتش. فبترد عليه آيلا بجملة عبقرية، وده كان الاختبار الحقيقي. الخالق كان بيديلك فرصة تختار بين العدل والرحمة وانت اخترت الرحمة. نوح بيفهم كل حاجة، بيتصالح مع مراته وعيلته، بيجمعهم وبيدي جلد التعبان القديم لحفيداته التوأم وبيباركهم عشان يكونوا هم بداية جيل جديد من البشرية، جيل مبني على الحب والرحمة مش على الشر. وفي آخر مشهد بيظهر قوس قزح جميل في السماء كعلامة على عهد جديد بين الخالق والبشر، ونعرف إن رغم كل الشر دايما في فرصة لبداية جديدة. وبالنهاية السعيدة دي اللي اختارها المخرج بينتهي فيلمنا النهاردة. لكن قبل ما نقفل في كام نقطة مهمة جدا لازم نوضحها عن الاختلافات بين الفيلم وقصتنا الحقيقية عن سيدنا نوح عليه السلام. أولا وأهم حاجة، الفيلم بيصور النبي نوح وهو بيشرب الخمر وبيوصل لليأس لدرجة إنه بيفكر يقتل أحفاده، وده مستحيل تماما في عقيدتنا. الأنبياء والرسل معصومين من الكبائر ومن أي حاجة ممكن تنفر الناس من دعوتهم ورسالتهم. ثانيا، الفيلم بيورينا إن عائلة نوح كلها نجت، لكن قصتنا الحقيقية في القرآن الكريم بتعلمنا درس عظيم، وهو إن واحد من أبناء سيدنا نوح نفسه رفض الإيمان ومات غرقا مع الكافرين، عشان نعرف إن النجاة بالإيمان مش بالنسب والقرابة. وطبعا قصة الكائنات الحجرية العملاقة دي مجرد خيال سينمائي بحت وملهاش أي أساس من الصحة في قصصنا الدينية. حبينا بس نوضح النقط دي عشان محدش يخلط بين قصة الفيلم وقصتنا الدينية العظيمة. وبس كده، لو حكاية الفيلم النهاردة عجبتك ما تنساش تدعمنا باللايك واشترك في القناة لو لسه مش مشترك عشان ما تفوتكش أي حكاية جاية. أشوفك الحكاية الجاية. سلام.